السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني انا اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يتابعني يا ريت تشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ان شاء الله النهارده نعمل فيديو كده منفرد كده عن حاجة الناس كتير سألتني عليها، حاجة انا بحطها في الحلويات عندي في كل الحلويات بتاعتي. تمام. فناس كده سألتني عليها وقالوا لي ان هم راحوا يشتروها ما لقوهاش عند مستلزمات الخامات الحلواني او العطار. تمام. وهي بودرة جوز الهند يا جماعة، اللي انا بحطها في جميع الحلويات بتاعتي. بودرة جوز الهند يا جماعة دي بتعتبر مكسبات طعم زيها زي الفانيليا كده اهوت. تمام. بس طبعا انا بضيفها مع الفانيليا، يعني مش بحط مثلا ايه هي لوحدها او فانيليا لوحدها، لا، بضيف فانيليا عادي مع الحاجة بتاعتي، اي حلويات فيها بيض او اي حاجة زي كده اهوت. وبحط برضو ايه رشه جوز هند من دي، حوالي ربع معلقه مثلا كده او حاجه زي كده اهو. تمام كده. طبعا ايه انا حبيت برضو اعمل لكم الفيديو دوت عشان ايه اوريكم شكلها ايه وشكل العلبه بتاعتها عامل ازاي، عشان طبعا اللي بعيد عني او في اماكن تانية، طبعا لان انتوا عارفين مثلا الفيديوهات دي ناس كده جدا بتشوفها من اماكن من جميع المحافظات وكده اهوت. فطبعا في ناس بتفكرني قريب منهم، فبيقول لي مثلا طب احنا نيجي طب بتاع، بس طبعا هو بعيد عني. فانا حبيت بس اوريها لكم عشان لو حد حب يشتريها يروح مثلا يبقى عارف شكلها ايه اسمها ايه. تمام. ما يبقاش الموضوع مبهم بالنسبه له، ان في ناس قالت لي احنا سالنا عليها ما لقيناهاش. فهي بصوا يا جماعه كده اهي، دي يا جماعه العلبه بتاعتها اهي. تمام. مكتوب عليها اسفنكس انترناشونال، مكسبات طعم ورائحه للصناعات. تمام كده. هي دي شكل بودره جوز الهند يا جماعه اللي بقول لكم عليها دي. تمام. دي المصانع كلها بتستخدمها في تصنيع الحلويات، تدي طعم حلو جدا مع الحاجه، وفعلا بتفرق معايا في كل الحلويات. يعني لو في مثلا حاجه انا ما حطيتهاش فيها بحس ان هي فعلا طعمها مش زي ما حطيت فيها. طبعا في انواع تانية منها كتير، في نوع اسمه حورس، وفي مش عارف نوع اسمه تاني ايه تاني كده اهوت. بس بصراحه انا استخدمت كذا نوع، بس هو النوع ده بصراحه اللي حسيت ان هو فعلا طعمه حلو او بيدي ريحه حلوه جدا في الحلويات. تمام. انا عندي زبونه والله يا جماعه بتقول لي ان هي بتحطه الكيس بتاعها بتحطه في الدولاب بتاع الهدوم، بيعمل لها ريحه ويعطر لها الهدوم بتاعتها. فيعني عايز اقول لكم فعلا هي ريحتها وانا بعبيها اصلا بتبقى قلب ريحه المحل. ما شاء الله ما شاء الله، يعني فعلا لو جبتوها واستخدمتوها في الحلويات بتاعتكم هتفرق معاكم جدا جدا جدا، وهتحسوا ان فعلا طعم الحلويات وريحتها حتى وهي بتتخبز ريحتها جميله. وانا حتى بحطها في الشربات، يعني حتى شرباته بتتعمل بحطها فيه. فما شاء الله يعني عايز اقول لكم فعلا يا جماعه، يعني طبعا انتوا عارفين انا بعمل الفيديوهات دي عشان الكل يستفيد. تمام. انا ممكن اخليها مبهمه، وعندي طبعا الزبون مش عارف ايه بقول له بودره جوز هند وخلاص عشان حتى لو راح عند حد ما يعرفش يجيبها. بس طبعا انا ما بحبش اعمل حاجه زي كده اهوت، دي ارزاق وبتاعه ربنا. فانا دي حاجه مثلا انا بعملها واكتشفتها مثلا بحطها في الحلويات، يعني في ناس كتير جدا ما تعرفهاش، ومحلات برضك مستلزمات وعطارين ما يعرفوهاش. تمام. بس انا قلت برضك اعرفها لكم عشان لو حبيتوا تشتروها او تجيبوها وتجربوها وقولوا لي اخبارها ايه في التعليقات بقى، وعجبتكم ولا لا. بس ان شاء الله انا عارف انها تعجبكم. وطبعا في نهايه الفيديو بتاعنا يا رب نكون استفدنا من الفيديو دوت، واللي استفاد منه وعجبه الفيديو يشرفني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. هستنى تعليقكم وتفرحني جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.